السلام عليكم خوتي داخل ارض الوطن خارج ارض الوطن. كنتمنى من هذا الفيديو يكون تاخذوا منه واحد العبره وتفهموني وتسمعوني مزيان. انا خوتي مازال هذه شهر، وانا دابا منين جيت من كازا للناظور للدار ديالنا وما هضرت حتى شي كلمه ما قلتها ولا فسرت للناس علاش وكيفاش وهذه، حتى خرج هو يعني الزوج ديالي تخرج هو في الصحافه ومهم بدا كيهضر عليا وكيقول كيركز غير على واحد الموضوع، لان حيت الوالد ديالي باش فهموا انا فاش جيت بحالتي للدار ديالنا، انا قبل ما نجي بعدا عيط عليا الوالد ديالي وقال لي راه راجلك شفتو مع شي وحده فوق الموتور، ومهم ومدخلها للدار حيت اصلا كان عندهم واحد الخلافات. يعني تيقت ما تيقش، لان انا صراحه ما عمرني ما شفت فيه شي حاجه ولا عمرني ما حصلت. انا مادام ما حصلتوش يعني ما غاديش نقدر نتهمو بشي حاجه، ولكني انا راه ماشي الموضوع ديالي الخيانه، لان اللي خانني مره قد يخونني 10 المرات ولا بدلني يعني عادي صافي بسلامه عليه. ما غاديش نتسوق لهذا الموضوع ديال الخيانه ولا نجلس نبكي عليه ولا غنجلس نهضر على هذا الموضوع بزاف. المهم الموضوع اللي كنركز فيه، عندي المشكله مع هذا السيد على بنتي، والناس اللي كيسبوني وكيخطيو فيا وكيخسروا لي الهضره كيقول لك لا مادام كيربيها مادام كيخدم عليها الا خاصو يضربها وخصو هو الضرب ما كيضربهاش. انا هادي مازال ما تزادش اللي غيضرب لي بنتي، انا مازال كنقولها من هنايا ما يمكنلوش باش يضربها. راه الانسان ما كيتقبلش حتى باها الحقيقه وما بغيش يضربها، عاد حراك راجل ما واخا رباها الله يجازيه بخير، ولكن اللي كيربي خصو يكمل على الخير ديالو، ماشي التربيه بالجميل. اول حاجه ولو يكونوا مع وليداتكم التربيه عمرها ما كانت بالقمع، لان هذا السيد التربيه ديالو ماشي كيربيها على القرايه، ما غنهضرش ماشي كيربيها على تخسر الهضره. وهضرت معاه عيب والعار، الا كنت كنهضر مع هذا السيد ان بنتي خارجه الطريق هو بغى يردها للطريق، العيب والعار الا قلت له علاش كدير هذا الشيء لان كيعاونني فيها. بنتي باقا صغيره، بنتي باقا عندها 11 عام. اول حاجه يعني هاد السن هذا خصو يتعامل معاها، وثاني حاجه كتبقى راجل امها، يعني كتبقى راجل امها خاصك تتعامل معاها بواحد الطريقه باش تبغيك كيما خلي راسك كيف ما بغاتك نهار الاول، وكيما فضلاتك على باها الحقيقي، وكيما كتعيط لك كلمه بابا خليك تستحقها وتستاهلها، لان هاد البنت هذه بنتك نتايا يلا عاد عندها عامين ونص. يعني هاد البنيته اللي عندها 11 عام غتقدر هي اللي غادي يقدر ربي يعطيك فيها الخير، تقدر تقدر تمد لك ويز الماء تعكز عليها، تخدم عليك بزاف ديال الحوايج تقدر، حيت لا ربيتيها اكيد غادي حيت تراعي لك بالخير. لان انا مكبره في هاد الكلمات الزوينين ان هذا بنتي راه ما تحسبيش راجل ماما كذا، راه كتحسبيه باباك، وانا كندخل فيهم هذاك المحنه. ولكني باش الا مشات غير الثلاجه وتخوت عليها ولا تقمعها، تبغي تهضر معايا وتقمعها، تبغي تكرهني في بنتي، تبغي تقول لي شي حوايج عليها، الا هذا راه ماشي التربيه. باش تفهموا الناس اللي واخدين واحد الهضره عليا خايبه، انا ماشي كيعاونني فيها هاد السيد وقلت له لا، فهموا مزيان الهضره وعاد سبوني وعاد خطيو فيا. انا راه بنت الناس وصباره، وكنتمنى كل مره كانت كتصبر كالصبر اللي صابره انا صبرت. انا حياتي كامله دوزتها بزاف ديال الحوايج، عانيت من مرض من كل شيء. وهاد السيده اللي كتهضر معاكم شحال وانايا كندير لا فيديوهات وعمرني ما بكيت ولا قلت انا راني مريضه ولا بغيت ولا شكيت ولا حكيت ولا حتى شي حاجه. كنهضر معاكم غير في الحاجه الزوينه، كنشارك معاكم غير الحاجه الزوينه، ودازت عليا امور صعب من اي حاجه. حتى الدار اللي كنا كنترجاو الله فيها مشات لينا فهمتوها، وتشد شهر ديال الحبس باطل، ومشات لنا فيه بزاف ديال الفلوس، وخسرت صحتي خسرت رزقي، وبقيت نبيع حوايجي 8 شهور وهو جالس من الخدمه وانا كنبيع حوايج ديالي. تجلسنا على الدست الاخر ديالنا، شرينا 2 ديال السدادر وعشت معاه فيهم. ومع ذلك كنت كنصور واخا غير في الكوزينه وكندير فيديوهات وكنتقاتل وكنضحكوا وكننشطوا وكنحطوا له فيديوهات انا وياه بالضحك والنشاط وصابره معاه، حتى النهار اللي خدم في البلاصه ديال الوالد ديالي اللي هي العسه، خدم 36. قلت له قنع بها تيحن علينا الله، وانا ما صباراش 36 اشنو هي وانا كاريه ب 30.
فيها الموضه، فيها مصروف البنت كدير الحليب وليكوش، وكنت كنصوب الحلوه وكنت قاتل باش نبيع معاه باش نوقف معاه وباش نهز عليه المسؤوليه. عمرني ما هو يمسخني في وجهي، عمرني ما قلت له بغيت ولا خصني، لان كنقول هاد ولد الناس نهار كان خدام راه كان هازنا حقا. وكان نهار اللي تزوج بيا كان قابل لي بنتي بشروطي باي حاجه، انا ما بززتش راسي عليه، هو اللي بغاني وهو اللي قبل باي حاجه، ولكن راه اللي كيدير الخير خاصو يكملو حتى النهايه. فهمتي؟ ماشي انا اللي جيت عنده قلت له تزوج بيا وقبل لي على بنتي وهزني بنتي، راه هو اللي بغاني قبل ما نبغي انا، راه هو اللي بغاني. انا كنقولها له قاصح حسن من كذاب، كنوصل له هو اللي بغاني وتا دابا يكمل. ما كان لحد الان مادام خرجت كنت كنقول له عمرني مختار ما غنمشي غضبانه لدارنا، ونهار اللي غنمشي غضبانه ما غنرجعلكش. وعطيته بزاف الفرص على بنتي، في الاول كان معاها زوين، ولكن العلم لله تقدر شي حاجه وقعت بحال اللي شي واحد دار له شي حاجه على بنتي ولا كيكرهها. تصوروا كنكون جالسه في الطبله كنشوف داك النظريات ديالو ديال الكره. هاد السيد بغاني انا نبقى عايشه غير انا وياه بلا بنتي. تصوروا في الصيف نهار اللي خرج من الحبس من مور رمضان، كان عاوتاني كيتناقشوا هي وكانت ماما جالسه، قسما بالله هادشي اللي كنقول لكم كانت جالسه عند معايا في الدار، وبالتالي داتها قالت لها بنتي غنديها باش تبقاي عايشه انت وراجلك باش ما تفارقوش وخليكي تربي بنتك، ودابا اللي قسم الله هو هذا، ما توليش انت عاوتاني تزيدي بنت وحده اخرى وما عندك حتى الصحه اللي تنوضي تخدمي وديري. المهم ما عليناش، صافي هذيك داتها. انا بنتي مرضت في الناظور، يعني كل ساعه كنسمع هي مريضه هي مرخيه هي هذه، يعني بنتي مولفه معايا وانا مولفه بها. ومن كازا الناظور شحال البعد، واش نبقى انا غاديه جايه عند بنتي باش نشوفها؟ يعني بعدت عليا بزاف. انا مرضت في الصحه ديالي ما قديتش، رجعتها جات لعندي بنتي. السيد فاش ما كانتش بنتي كان السيد كيدير بيا كلمه القليل، ولكن ان فوا رجعت لبنتي للدار عاوتاني الصداع، عاوتاني المشاكل، عاوتاني نطف الاعصاب، ديما عندي حريق الراس، ديما الدوايات، ديما المعاناه. المهم بزاف عليا، نقول لكم الصراحه صبرت ما فيه الكفايه. صافي تغلغل جات الدقه مع الهضره اللي قال لي الوالد عليه. صافي زيد جمعت حويجاتي كاملين، قلت له شوف اولد الناس انا غادي نمشي للدار ديالنا، ومهم غادي ندي بنتي لتما. المهم بينتلوش شنو كاين، قلت له بدل غير السكنه، نجي لقاك بدلتي السكنه اصلا ما عندنا لا فراش لا والو. المهم هذيك الشيء ما كنهضرش على داك الموضوع، داك الشيء كنت غادي كنقولوا ماشي مشكل غنتعاونوا، غيلقى شي خدمه وحده اخرى اللي غتناسبو، بزاف ديال الحوايج اللي غنديروهم. ومهم كنت صابره. فهمت شنو؟ كنت صابره 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 لواحد الدرجه ما نكذبش عليكم. ما عمرني ما شكيت على ماما، ما كنعيطلاش نطيب لها القلب ديالها بكثره الصبر. يعني الا ما شافتنيش ضاحكه ما كنبغيهاش تشوفني وانا باكيه. المهم وربي اللي كنبكي على الله وكنشكي على الله، فهمتي؟ وهاد الهضره اخوتي اللي كنقول لكم فاش تبغيو تزوجوا وتعاودوا التزويجه، شوفوا شي ولد الناس. هذا ولد الناس ما كنقولش فيه الهضره الخايبه. بالخصوص اللي عندها الوليدات، كاينين شي رجال كيديو الوليدات العيالات بوليداتهم وكيديروهم بحال ولادهم، وكاينين شي رجال كيعنفوا وليداتهم، وكاين شي نوع من العيالات وخا ولادهم كيقولوا لهم راه مثلا راه راجلك اللي انتي مزوجه به راه كيتعدى علينا، وما كيتيقوهمش. كتيقي الراجل اللي عديتيه البارح وما كتصدقيش بنتك اللي كانت معاك من شحال هادي. خوتي جاتني واحد المكالمه وتقطع ليا الفيديو وغادي نكمل معكم. المهم ما كتيقوش وليداتكم. اش غادي نقول لكم؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. وانا خوتي راه قاسيت بزاف. دابا هاد العائله راه تفرتكت. انا دابا راني في دارنا بجوج بنيتات، فهمتوا؟ انا في دارنا بجوج بنات، وهو طلق الدار ولا كيعيش في بيت. فين غنعيشوا؟ انا ما نقدرش نعيش مع داك السيد في المدينه اللي كيعيشها، لانها كتبقى بنتي غتعيش هنا، وداك السيد ما نقدرش نرسلو بنتي لان بنتي ما باغاش تعيش معاه. فهمتي؟ كتقول لي انا ما نقدرش ماما باش نعيش مع داك السيد لان صافي عييت ما نصبر. كنت كنحتارمو كنقدرو بغيتي كتقول لها ماما هذاك راجل كيبقى باين اختي. يعني انا ما بغيتش حتى اختي تفرتك حتى هي الشمل كما انايا وقع ليا، ما بغيتش حتى هي تيت من باباها. من الاحسن ماما ترجعي له.
المهم اخوتي اش غادي نقول لكم، بغيتكم تحسوا بيا وتشوفوا تعطيوني غير شي حل، بغيتكم تعطيوني شي حل، وبغيتكم تقدروني وتحسوا بهاد المعاناة اللي انا كنعاني منها. وقسما بالله من نهار اللي جيت للدار ديالنا ما كنعس ما كنشوفو، كل ما ضحكتو كل ما هجرتو، كل ما كنت نشيطه في حياتي كنت كنضحك. شتي انا دازو عليا معاناة، دازو عليا مشاكل، دزت قصيد، لا من المرض ولا من اي حاجه، وكنقول الحمد لله، وكنضحك عليها خايبه ولا مزيانه. ولكن بزاف الناس ما كترحموش، ما كتقدروش الظروف، ما كتقدروهاش، ما كتقدرونيش. راه عندي 2 البنات، راه مسؤوليه، فهمتوا؟ انا ما طالبه منكم حتى شي حاجه، انا طالبه غير كلمه زوينه وتفهموني وتعطيو معايا واحد النظره وتلقاو معايا واحد الحل. اش غندير؟ يلا اش غندير في نظريتكم؟ يلا هو السيد راه خدام 36 وراه هو في كازا، انا واش غادي نتبعو هو ولا نتبع بنتي؟ عطيوني نتوما، هادي كتبقى بنتي وباقا صغيره ما كتعرفش والو، بنتي عاوتاني صغيره كتبقى بنته، يعني انا هي اللي واكله العصا في هادشي كامل، انا هي اللي واكله العصا. يلا انا دابا هادي شهر وانا هزه المسؤوليه، هزه بزاف ديال الحوايج، كنعاني بوحديتي. المهم اخوتي كنتمنى هذا الفيديو هذا ما قديتش نكمل، وكنتمنى نكمل معكم الهضره بزاف، وكون نعاود لكم اشنو وقع، حتى كيفاش مشات لنا الدار، وحتى كيفاش باش قصيت بزاف ديال الحوايج. خاصني فيديو واحد اخر، ما بغيتش نكون نطول عليكم اكثر من هذا الشيء. المهم كنتمنى هذا الفيديو تفهموني فيه وتقدروني، هذا الشيء راه العبره ماشي الفرجه، وما كنتش باغا نخرج حتى بشي فيديو، ما كنتش باغا نهضر، وبزاف الناس غيقولوا بزاف د الحوايج، حنا راه كنهضر. وهذا الفيديو محقين نديروه باش يفهموه عيالات اللي كيعانيو بحالي، واللي ما يطيحوش في نفس الخطا، واللي عندهم الوليدات ديالهم. نتمنىكم تفهموني وتقدروني، ونتمنى ان شاء الله نسمع شي كلمه زوينه من عندكم. وبسلام عليكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.